هو لا يوم 25 يناير بقى عيد للشرطة؟ محافظة الإسماعيلية هي السبب. في نفس اليوم ده سنة 1952 وقت الاحتلال البريطاني لمصر، الإسماعيلية صحيت الساعة 6 الصبح على منظر مرعب. بريطانيا جايبة دباباتها بعساكرها على مدافع رشاشة على جرانوف على كوماندوز، ليلة كبيرة قوي سعادتك. وكل دول محاصرين اسم شرطة الإسماعيلية اللي ما فيهوش يا عيني غير كام ضابط على عسكري مصريين معاهم بنادق من ايام الثوره الفرنسيه اللي بتضرب طلقه بطلقه دي، والقائد الانجليزي بيقول لهم سلموا اسلحتكم ونزلوا لي علم مصر من على الاسم واطلعوا لي بره. طب وليه ده كله؟ اصل بعيد عنك الاسماعيليه كانت معيشه الانجليز في رعب. الفدائيين كانوا عمالين يصطادوا في العساكر الانجليز واحد ورا التاني، لدرجه ان بريطانيا طلعت قرار ان ما فيش عسكري انجليزي يمشي لوحده في شوارع الاسماعيليه. والانجليز عرفوا ان الشرطه المصريه هي اللي كانت بتمد الفدائيين بالاسلحه دي وبيتستروا عليهم كمان، فلا بقى كده الشرطه المصريه لازم تطلع بره الاسماعيليه، وقاموا بادئين باسم شرطه الاسماعيليه ومحاصرينه. يلا يا حبيبي انا هديكوا 5 دقايق تسلموا لي فيها نفسكم، اي دونت هاف تايم. الضابط المصري مصطفى رفعت رد ساعتها عليه قال له ولا 50 سنه يا خواجه علشان نستسلم. ايه يا حبيبي انت ما انت شايف الاسلحه اللي معايا دي ولا ايه؟ ده انت مش هتاخد في ايدي 1 اور، ده انت اللي فاكر كده يا خواجه. الضباط والعساكر المصريين قعدوا يقاوموا 5 ساعات متواصله لحد ما فين خرج مصطفى رفعت للخواجه. ها يا حبيبي هتستسلم؟ احنا فرهنا منكم. لا ده في احلامك، انا بس عايزك تنقل لي الجرحى والمصابين اللي عندي دول على المستشفيات. وات؟ بس كده؟ طب ايه رايك بقى ان طلبك مرفوض؟ مش مهم، انا داخل الاسم تاني. وقامت المعركة مرة تانية، كل ده والضباط والعساكر المصريين رافضين ان هم يستسلموا، لحد ما الذخيرة اللي معاهم خلاص خلصت، واستشهد منهم حوالي 50 واحد واتصاب اكتر من 80، لكن خرجوا من الاسم بشرف. والانجليز ضربوا لهم التحية العسكرية تقديرا واحتراما ليهم على بسالتهم في الدفاع عن بلدهم. ومن ساعتها بقى اليوم ده 25 يناير هو عيد الشرطة.